ظهرت ميزانية نادي الزمالك والفضايح ابتدت. الأستاذ رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والزملكاوي ابن الزملكاوي بيقول لك إزاي يبقى إيرادات الزمالك كله الموسم اللي فات 24 25 400 ألف جنيه. هو احنا مش جامدين على طول في الاستادات موجودين 10,000 أقل حاجة وانتوا شايفين فين فلوس التذاكر؟ ولا كلها كانت بالدعوات ولا يمكن مجانية؟ حد يجاوبه لا مؤاخذة. السؤال ده طبعًا أول واحد ممكن يجاوب عليه الأستاذ محمد طارق، أصله حبيب المدرجات أوي والزملكاوية فاهمين. الأستاذ الجبالي حلّها بذكائه بدهائه قال لك لأ ال400,000 جنيه دي التذاكر الموسمية. حبيبي عايز أقول لك إن أنت اللي مكتوب عندك بيع التذاكر. شوف بقى هنا في النادي الأهلي التذاكر الأفريقية كذا، المحلية كذا، الموسمية كذا، لكن بيع تذاكر وتسكت يبقى ده كل إجمالي التذاكر عندك. أنت عايز تحللها والّا عايز تدوّرها؟ وفي الآخر بيطلع بعض الزملكاوية السُذج أو كوكب البليلة حرفيًا منهم يقول لك أصل الأهلي ميزانيته اللي بيتم التلاعب فيها. فعلًا العيب يلهيك ويجيب اللي فيه فيك. المهم جمهور الزمالك بيروح بدعوات والّا بيروح بإيه بالضبط؟ فهّمونا أجاركم الله، أصل أنتم عقلكم صفوة.